يا مساء السكر، انتي بقى لسه بتعملي صينية الجلاش لوحدها والكنافة لوحدها؟ تعالي بقى وشوفي الجديد. صينية جلاش بالكنافة سهلة وبسيطة. جلاش مقرمش جدا، كنافة مستوية، حاجة كده في قمة الجمال. بصوا مش قادرة اقول لكم، انتوا ممكن تاكلوا الصينية كلها وانتوا قاعدين. سهلة وبسيطة ومقرمشة ومستوية والطبقات مورقة، كل حاجة فيها مظبوطة ما شاء الله. لازم بقى تقوموا تجربوها. ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة ولايك وشير كتير للفيديو. شاركوا الفيديو على صفحتكم علشان تقدروا ترجعوا للفيديو مرة تانية. يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله ونبدأ في تحضير الشربات. للشربات محتاجة كوبايتين من السكر. هضيف بقى على السكر كوباية ونص من المية. الكوباية اللي انتوا عايروا بيها جميع المقادير علشان تظبط معاكم مقدار الشربات. بقلب في النص، ما بجيبش ابدا السكر على الاطراف علشان ما يسكرش منكم. تقليبة بسيطة، انا مش عاوزة السكر يدوب، يا دوبك بس ان هو يتقلب مش اكتر من كده. ارفع الشربات على اصغر عين عندي على البوتاجاز. في البداية النار بتكون عالية لحد ما يبدأ الشربات يغلي معايا بالشكل ده. هتلاقوا عامل رغاوي وبدأ يغلي كده. دلوقتي ببدأ ان انا اوطن النار، بعصر عصير نص ليمونة. لو مش متوافر عندي ليمون، متوافر عندي ملح ليمون، يدوبك طرف المعلقة كده من ملح الليمون، مش اكتر من كده، ما نكترش من ملح الليمون. بيدي نفس معادلة النص ليمونة بالظبط. بديله تقليبة بسيطة جدا. ولو في رغاوي ببدأ ان انا المها من بعد عصير الليمون. بحسب على الساعة 7 دقايق بالظبط. بعد 7 دقايق ببدأ اضيف باكت من الفانيليا الصغيرة اللي هو بجنيه ده، او نقطتين من الفانيليا السائلة على حسب المتوافر عندكم. بعد ما بضيف الفانيليا دقيقة واحدة وبطفي النار على الشربات. برفع الشربات من على النار، بنقله في طبق تاني او بسيبه في الحلة اللي عملنا فيها الشربات واسيبه لحد ما يبرد تماما. احنا ما بنستعملش الشربات وهو سخن ابدا. في البداية الشربات بيكون سمكه خفيف، بعد لما بيبرد بيكون تقيل بالشكل الحلو ده عشان يخلي الجلاش بتاعكم مقرمش لأطول وقت ممكن. خلاص كده احط الشربات على جنب. انا طبعا بدأت فيه قبل ساعتين من ان انا ابدأ في الجلاش. معايا لفة جلاش نص كيلو، يكون ورقها رفيع. جيبوها من عند الكنفاني او المتفرز، مفيش اي مشكلة، مش هتفرق معاكم خالص. اهم حاجة ان ورق الجلاش يكون طري معاكم ويكون كده ورقته خفيفة. بحطه في فوطة علشان طول ما انا بشتغل فيه يكون طري ما ينشفش منكم. خلاص كده احطه على جنب. بجيب بقى حوالي 150 جرام من الكنافة. الكنافة انا كنت مفرزاها، طلعتها من الفريزر. ده ان انا افتتها بايديا بالشكل الحلو ده. ممكن كمان نحطها في الكبة، هتتفرم بسرعة جدا. مفيش مشكلة زي ما تحبوا، بس انا فرمتها على ايديا لان كانت متفرزة ومش محتاجة ان انا احطها في الكبة. ببدأ ان انا اشيل القطع اللي هي الناشفة كده. القطع دي لما بتدخل الفرن بتستوى اسرع، وكمان لونها بيحمر اسرع، واحنا مش عاوزين كده. وكمان ما بتشربش السمنه بتاعتها. ضفت معلقتين كبار من جوز الهند ودول اختياري. معلقه كبيره من السكر البودر، بقلبهم مع بعض كويس جدا. وفي الوقت ده انا عندي اختيارين. ممكن اروح احمر الكنافه دي على النار بعد ما اضيف لها معلقتين كبار من السمنه، او معلقه سمنه ومعلقه زيت زي ما تحبوا، او ان انا احطها في الكنافة من غير ما احمرها. انا فضلت الطريقة التانية ان انا ما احمرهاش وهتطلع مستوية، وهوريها لكم في اخر الفيديو. خطيرة خطيرة. ببدأ ان انا اغلف كده الكنافة بالسمنة لحد ما تتداخل مع بعضها. هحط كده الكنافة على جنب. في الجلاش بقى محتاجة نص كوباية من السمنة، ربع كوباية من الزيت. ما ينفعش احط كمية الزيت اكتر من كمية السمنة. سيحتهم مع بعض كده على النار، يا دوبك ان هما يفكوا مش اكتر من كده. بجيب الصينية 30 في 40. ببدأ ان انا ادهن فيها السمنة اللي انا اشتغلت بيها. ممكن سمنة بلدي، سمنة نباتين، على حسب المتوافر عندي. حطيت اول ورقة من ورق الجلاش. يفضل الورقة الاولى اللي بتبقى تحت على القاعدة تكون مفيهاش اي تقطيع، يعني ما تكونش متقطعة معاكم. نشوف احلى ورقة نحطها كده في ارضية الصينية، وبندهن كويس جدا بالفرشة. وطبعا كل ما السمنة بتاعتي تتماسك اروح افكها على النار وارجع تاني، علشان ما نستعملش مادة دهنية كتيرة ونحتاج اكتر من الكوباية الا ربع اللي احنا استعملناها. ورقة ورقة كده ببدأ ان انا احطهم من ورق الجلاش. لو ورقة مقطوعة عندكم مفيش مشكلة، اشتغلوا فيها، حطوها في النص وابدأوا ان انتوا تدهنوها. مش هتقول لكم لا ابدا. بس اهم حاجة ما تكونش اول ورقة هي اللي مقطوعة. واطراف الجلاش طالعة كده ببدأ ان انا اتنيها وادهنها برضو من السمنة. هتورق وهتبقى تحفة جدا معاكم.
ظبطوا بس انتوا الاطراف وهتبقى زي الفل. وبكمل نص لفة الجلاش لحد ما اخلص كده كل الورقات بتاعتي واوزعها كويس وادهنها بالسمنة. على طول كل ما السمنة بتاعتكم تبدأ تتماسك بروح افكها على النار علشان الجلاش ما ياخدش كمية كبيرة من المادة الدهنية. ادهن كويس جدا بالفرشة كده وابدأ ان انا اتني الاطراف واحط بقى اخر ورقة. دي اخر ورقة هحطها قبل ما احط الكنافة. بدهنها كويس وبقفل الاطراف، بحط كمية الكنافة اللي معايا، ببدأ ان انا اوزعها كده على الصينية بحيث ان ما يكونش فيه جزء فيه كنافة كتير وجزء ما يكونش فيه كنافة. وزعتها كده وبططت عليها تبطيطة خفيفة بحيث ان هي تكون متساوية. ما شاء الله ما شاء الله، حلوة جدا جدا جدا. لو حابين تحطوا كمان نطرة فانيليا وانتوا بتعملوا الكنافة وانتوا يعني بتفرموها مع بعضها، هيكون حلو جدا وهتطلع الكنافة بتاعتكم تحفة قوي. ببدأ ان انا ارص بقية طبقات الجلاش وادهن برضو ما بين كل طبقة وطبقة بالسمنة. وابدأ ان انا اتني الاطراف لو في اطراف عندكم كده، وادهن كده بالسمنة بتاعتي لحد ما نورق ما بين كل ورق الجلاش ونخلص كل كمية الجلاش اللي معايا. ممكن لو انتوا حابين تستعملوا صينية صغيرة فممكن تستعملوا ربع كيلو من الجلاش، يعني لو صينية مقاس 26 او حاجة فهتستعملوا نص كمية الجلاش. اخر ورقة دهنتها كويس جدا وبعد كده ببدأ ان انا اقطعها لقطع صغيرة. ممكن تقطعوها قطع اكبر من اللي انا مقطعاها، مفيش مشكلة. اهم حاجة الورقة اللي انتوا بتحطوها اخر ورقة في الصينية تكون وشها متساوي، ما يكونش فيها اي تقطيعات علشان الجلاش يطلع حلو جدا ووشه ناعم معاكم. الورقة اللي على الوش ما تكونش متكسرة. بقيت كمية المادة الدهنية اللي اتوفرت معايا بدأت ان انا احطها كده على الوش وبوزعها بالفرشة اللي انا استعملتها كده، بتوزع وتبقى تحفة. بدخل بقى الصينية دي على فرن ساخن على درجة حرارة 160 علشان الجلاش يورق ويبقى تحفة معاكم. هتبقى على الرف الاوسط، الفرن شغال من تحت بس ما بشغلش الشواية طول مدة التسوية. هتاخد من 30 ل 35 دقيقة. اخر دقيقة او دقيقتين بشغل الشواية مع المتابعة المستمرة لحد ما تاخد اللون الحلو ده. طول ما تطلع من الفرن بسقيها بالشربات، الشربات يكون بارد، الجلاش بتاعي يكون سخن لسه طالع من الفرن، هيحافظ على القرمشة التحفة بتاعتهم. يعني خطيرة خطيرة. ممكن ما تسقوش الصينية كل كمية الشربات. انا عن نفسي شلت منها حوالي ربع كوباية من الشربات وكانت بالنسبة لي حلوة جدا. لو انتوا بتحبوها الحاجة مسكرة فحطوا كله بكمية الشربات. ما شاء الله ما شاء الله، الكنافة طالعة خطيرة ومستوية ورهيبة. وكمان الجلاش طالع مورق جدا جدا. اهم حاجة طول مدة التسوية احنا بنتابع من وقت للتاني، بنلف الصينية لحد ما تاخد اللون الحلو ده. ممكن كمان تاخد منكم لحد 45 دقيقة في الفرن، ما تقلقوش خالص، هتطلع مورقة وتحفة. بس اهم حاجة نار الفرن ما تكونش عالية معاكم. الجلاش هيطلع تحفة جدا مقرمش وخطير لحد مدة 3 ايام.